اليوم كنظموا هذا الحدث من اجل تحسيس الفاعلين الاقتصاديين حول الاهميه ديال هذا اللابيل الجديد اللي درناه بشراكه مع ايمانور الهيئه المغربيه للتقييس. وهذا اللابيل الامتيازات ديالو اللي كيمنح هو انه كيعطي ثقه للمستهلك والمستعمل ديال التلفيفات اللي كتكون في تماس مع المواد الغذائيه. فاش كنقول تلفيفات يعني لي زومبالاج اللي كتستعملوا في الدار اللي يقدر يستعملوا في لف مواد غذائيه. ومن اجل ضمان السلامه ديال المستهلك كيخضع هاد التلفيفات لمجموعه من الشروط باش انه ما تكونش فيها مواد مسرطنه اللي تقدر تاثر على الصحه ديال المواطنين. وهذا كيتدار زعما عبر مراحل اللي هي فيها افتحاص عن الصناعي، جلب عينات المختبرات، تقديم اقتراحات التحسين ديال المنتوج. فوالا كنظن هذا هو اللي اليوم لو استطعنا اننا نبارطاجيو ونشاركوا مع الفاعلين الاقتصاديين الاهميه ديال هذا ونديروا تحسيس ديال ان الاخطار اللي ممكن يسببوها للتلفيفات اللي هي غير سليمه واللي فيها مواد مسرطنه، غنكونوا مشينا بزاف في الاتجاه ديال انه تحسين الصناعيه وسلامه المستهلكين. هي شوف فاش كنهضروا اليوم كما غادي تشوفوا معنا في العروض اللي غينقدوا كاين مجموعه ديال المشاركين في العمليه ديال المراقبه ديال السوق وسلامه المستهلكين. يعني كاين الهيئات اللي هي الدوله اللي ممثله عبر وزارات ديال المراقبه اللي هي الونصا، ولا كتكون وزاره الصناعه والتجاره عبر مراقبه السوق، يا اما في الواردات يا اما السوق اللي هي منتوجه محليا. زائد كاين مختبرات اللي هي عندها كفاءه في هذا المجال، وهي اللي كتضمن عبر الاختبارات كتشوف السلامه الصحيه ديال هذه المنتوجات واش سليمه ولا غير سليمه. الرساله بغينا نقولوا بانه اليوم الجميع الفاعلين الاقتصاديين باللي راه بامكاننا في المغرب اننا نتاكدوا من السلامه الصحيه ديال هذه المنتجات اللي هي ولا لي زومبالاج التلفيفات اللي كتكون في تماس وتحاد مع المواد البلاستيكيه. وخصهم باش يعتمدوا على لو ماركاج، يعني يشوفوا العلامه ديال ان هذا التلفيف واش صالح باش يكون في تماس مع الاكل ولا لا، عبر هذا لو لوغو اللي غيكون كيحمل وصمه الثقه على هذه التلفيفات.